انت كنت عايش في تركيا وعندك اوراق تركية وطلعت لهولندا وحابب تلم شمل على الاوراق التركية وقلت لي سمعت انه ما بيصير. يا اخي لا تجي لعندي وتقول لي سمعت انه ما بيصير. انا منزل لك فيديوهات انه الاوراق التركية مقبولة يا اخي، مقبولة يا اخي. هذا اخر فيديو راح انزله عن اوراق لم الشمل التركية. اسمعني للاخير، الله يوفقك، الله يوفقك. اسمعني للاخير. اوراق لم الشمل التركية بمشي حالة، يعني كل شيء اوراق مستخرجة من تركيا الك ولا عائلتك ولا اطفالك، اوراق مقبولة في هولندا. راح ارجع اعيد لاخر مرة شو هي الاوراق التركية المطلوبة للم الشمل في هولندا. انت تزوجت في هولندا ومالك مثبت زواجك في سوريا، على عيني وراسي. اسمع هذا الكلام. طبعا ما راح يكون، لازم ما يكون عندك اي مشكلة بالكمالك، كمالكك نظامية، قلب كمالكك مكتوب عليها متجوز وليس بكر عزابي، يعني ما دي يكون عندك مشكلة بتحديث البيانات ابدا، يعني بياناتك محدثة وكل شيء نظامي. اذا هيك اسمع الفيديو للاخير. اوراق لم الشمل التركية تبدأ بالدفتر العائلة اللي بناخده اللي لونه احمر، دفتر العائلة التركي. 2 بيان العيلة من الاي دولات بطلع. انا نزلت فيديو، ادخل على صفحتي مكتوب اوراق لم الشمل التركية او مكتوب اي دولات تركي، تدخل عليه بتلاقي فيديو مكتوب عليه استخراج بيان عيلة من الاي دولات. تمام، نرجع نعيد على اي دولات تبع الزوج، دفتر عائلة، بيان عيلة من الاي دولات، صور عن الكمالك. تمام، وبالاضافة لشهادات الميلاد للاطفال، مو الرابور الطبي. بعد ما تاخذ انت الرابور الطبي بتروح على النفوس، نفوس المنطقة اللي انت مسجل قيد بيتك عليه، بتروح على النفوس وبتعطيهم الرابورات الطبية وقول لهم بدي اسجل الاولاد. هن بيعطوك هاي الورقة شهادة الميلاد مصدقة من عندهم ونظامية. نرجع نعيد الاربعة: دفتر العائلة، بيان العائلة من الاي دولات، صور عن الكمالك. تمام، وبالاضافة لشهادات الميلاد للاطفال. وبالاضافة بدك اثبات سوري لزوجتك. شلون يعني اثبات سوري لزوجتك؟ اخراج قيد او جواز سفر لو كان منتهي. هلا بسألوني انه عندي جواز سفر منتهي، لو كان منتهي بيمشي حاله اثبات شخصية او هوية. اخراج قيد او جواز سفر او هوية، انه بتجيبه. جبت الجواز السفر كافي، جبت الهوية كافي، وجبت اخراج القيد كافي. واذا جبت واحد من هدول بالاضافة جيب لك زيادة حبة بركة اللي هو بطلع بكل سهولة من النفوس، بيان الولادة لزوجتك من النفوس من سوريا. يعني اذا بدك تطالع اخراج قيد جيم جنبه بيان ولادة لزوجتك من النفوس وخالصة قصتك. هاي هي كل القصة. وبالاضافة اذا بدك تتأكد اكتر، هدول اوراق لم الشمل حكينا عنه، رح ارجع عيدهم: دفتر العائلة، بيان العيلة، صور على الكمالك، وشهادات الميلاد، واثبات الشخصي لزوجتك اللي حكيت عنه. تمام. واذا ما طلع معك بيان العيلة لحل هالمشكلة، لحل هدول الاوراق كاملة، تمام، بمشي حالك. واذا ما طلع معك بيان العيلة من الاي دولات وانت موجود هون والاي دولات مو شغال عندي انا بهولندا، شو الحل؟ الحل سهل وبسيط. انا حاولت كتير على الاي دولات طالع هاي الورقة ما طلعت اللي اسمها فورمولا هي بتطلع لك كبيان للاطفال. كل شيء عندك اطفال بيطلع لك بيطلع لك الاطفال فيها. فورمولا بيطلع من النفوس اللي محل ما انت بيرك في تركيا، زوجتك بتروح وبتطالعه. وفورمولا ب عبارة عن مثل بيان الزواج. تمام حبايب، هذا فيديو مفصل كامل عن اوراق لم الشمل التركية. وبترجاك والله بقى حدا يسألني ويبعث لي انه والله عم نسمع انه ما بتصير الاوراق التركية. يا اخي والله العظيم مقبولة، والله العظيم مقبولة، والله العظيم مقبولة. تمام حبايب، ضل اكتر من هيك لازم يكون شيء في اي استفسار. عم بحاول افكر ايش في سؤال زيادة على الاوراق التركية. قلنا لكم اذا مثلا يعني ايش ما ضل شيء، ما ضل شيء. لازم تكون محدث بياناتك مثل ما قلت لك، وما في اي مشكلة، لا خربطة بالاحرف، لا خربطة بشيء ابدا. يعني اوراقك كلها كاملة. بحال في عندك مشاكل بالكملك بالهذا، وقف كل الاوراق وثبت زواجك في سوريا وخلاص القصة. ثبت زواجك في سوريا، طالع بيان عيلة، طالع بيانات ولادة، طالع اخراج قيد، طالع عقد زواج، طالع جوازات سفر اذا ما عندك كمالك، خلاص القصة. واذا ما عندك انت
كمالك بدك جوازات سفر، اذا في كمالك ما بدك جوازات سفر. تمام؟ الفيديو واضح؟ ربي يسعدكم ويجمعكم بحباب قلبكم. السلام عليكم.